بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا سابقا على كوارث، مش هنسميها التأليم، هنسميها كوارث الخبط والرزع، نسميها أي مسمى يا جماعة. في الزراعة المنزلية الإخوة الجناينية بيجي بالمقص الكبير اللي بيبقى معاه ده وبيقعد يخبط ويرزع في الشجر كأنه سور. يعني هو هنا اهو السور، قص السور بالمقص اللي بيبقى في ايده الكبير، وجه هنا على الشجرة دي قعد يرزع فيها برضه. خدها معاه. ضيع مني البراعم الحاملة للخصوبة. احنا بنقول النبات بيزهر، يعني بيطلع الزهرة على حاجة اسمها برعم حامل للخصوبة أو طراح حامل للخصوبة. المانجا مثلا بتطلع الزهرة على طراح عمره يكون من 6 شهور لسنة، لأقل من 6 شهور مش هيزهر، والأكتر من سنة مش هيزهر. البرتقال نفس القصة، بيطلع البراعم الحاملة للخصوبة على فرع عمره من 4 شهور لغاية مثلا 8 شهور، هو اللي هيديني الزهرة. فلما يجي أخونا الجناين ويروح دب شايله قبل فترة التزهير، اهو يعني ده متشال من قريب على فكرة، اهو من قريب مش من زمان قوي على فكرة. جميل. ما هو البراء اهو ده حديث اهو. خلاص. طب ده كلام. نفس القصة في الشجرة هنا برضه اهو، مقصوصة من فوق كأنها ايه، تك 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 تك، برضه نفس شجرة التفاحة ايه. يعني الشجرة دي المفروض تكفيك من ثمار التفاح خلال الموسم بتاعها، برضه اتشالت كل الفروع اللي هي كانت المفروض ايه، هتطلع لي التزهير. كل الفروع اهي اتنشرت اهي من فوق بطريقه يعني غريبه عجيبه اهي. خلاص كل ده غلط، كل ده احنا بنسميه كوارث عمليه التأليم في الزراعه المنزليه. التأليم عمل فني وبيختلف من محصول لمحصول. يعني شجر التفاح ما بتألمش زي الخوخ، البرتقال ما بتألمش زي المانجا، المانجا نفسها المانجا المطعومه خلاف المانجا البذريه. فالتأليم يا اخوانا بنقول ده التأليم عمل فني، يعني لازم تشوف فيديوهات ليه مرة واثنين وثلاثة واربعة، لازم يكون حد متخصص او متخصص. طبعا احنا عندنا فنيين بنبعتهم متخصصين في اصناف معينة. يعني انا عندي فني متخصص في تأليم المانجا بس. لما يكون عندي مانجا ببعت الفني ده اللي هو متخصص في تأليم المانجا. فالتأليم عمل فني، ما نخليش الاخ اللي بيجي لي بالمقص ده يقعد يخبط ويرزع، لان في الاخر بيحرمني بان النبات عندي ظهر، لان هو بيشيل الطراح الحامل للخصوبة، يعني اللي هيظهر عندي. دي كارثة الايه، التأليم في الزراعة المنزلية.